السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم متابعي الكرام على قناة الشاشة TV. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الصباحي الجديد. الإعلان عن زيادة مهمة في العديد من منح العاملين والعاملات بقطاع التكوين المهني. بعد النجاح الكبير الذي تحقق خلال توزيع منحة عيد الأضحى لهذا الموسم، والتي استفاد منها أزيد من 14,000 مستخدما ومتقاعدا في إطار جمعية العمل الاجتماعي لمستخدمي ومتقاعدي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أعلنت الجامعة الوطنية للتكوين المهني والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لجميع المستخدمات والمستخدمين سواء الناشطين منهم أو المتقاعدين عن انتزاع بعض المكتسبات الاجتماعية المهمة، كمضاعفة منحة الدخول المدرسي من 250 درهما إلى 500 درهم لكل طفل يتراوح عمره بين 6 و 18 عاما، وهي زيادة تهدف إلى مساعدة الأسر في تحمل نفقات التعليم، خاصة مع تزايد التكاليف المدرسية. الرفع من مبلغ منحة التقاعد ليصل إلى 15,000 درهم بدلا من 7,000 درهم، وذلك تقديرا للمتقاعدين واعترافا بالدور المهم الذي قاموا به والتضحيات الكبيرة التي بذلوها خلال مسيرتهم المهنية. وأيضا الزيادة في منحة الحج من 20,000 درهم إلى 30,000 درهم، سيستفيد منها المستخدمون النشيطون والمتقاعدون الذين سيتم اختيارهم في القرعة الوطنية للحج. هذه مكتسبات تأتي حسب البلاغ الصادر في الموضوع في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الجامعة الوطنية للتكوين المهني للرقي بالجانب الاجتماعي داخل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والذي يعتبر ركيزة أساسية لتحفيز العنصر البشري ودعامة مكملة للمكتسبات المادية لمستخدمي المكتب وأسرهم، وأيضا في إطار نضال الجامعة الدؤوب للمطالبة بتحسين وتطوير الخدمات الاجتماعية.